السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ من كام يوم حد من الأمهات الجميلات سألني على الكتب اللي أنا برفعها وبقول إن احنا قرأناها أنا وأطفالي أو أطفالي قرأوها لوحدهم. بتجيبيها منين أونلاين؟ طبعا في كنز مصري اسمه بنك المعرفة المصري، بشكر سيادة الوزير عليه، تحفة. أنا مش عارفة إزاي الحاجات دي مش واخدة حقها في الشيرنج ما بيننا. عشان كده النهاردة أنا هوريكم إزاي تجيبوا بنك المعرفة المصري، وإزاي يعني عايزة أفرجكم عليه. تمام؟ فأنا هدخل عادي جدا، هكتب على جوجل سيرش كده هنا بنك المعرفة المصري. تمام؟ هو ظهر لي كده في الإعدادات أول واحد عندي EKB. احنا هنا هندخل على الليرنينج بلاتفورم. طبعا بتعمل اكونت عليه، وانا عشان هنا سايبه الاكونت بتاعي مفتوح عشان ولادي في اي وقت يقدروا يخشوا يتصفحوا الموقع ده. تمام. وبرضو انا حطه لهم هنا، يعني بحيث ان ولادي الصغيرين عامله لهم هنا فيفوريت، بحيث ان ولادي مش لو ما عرفوش يعملوا السيرش ده يقدروا يخشوا هنا على طه وياسين ويجيبوا على طول البلاتفورم اللي هم عارفينها. هنا هتلاقوا كده نفس الموقع اهوت، واللغة اللي انت حابب تشتغل بيها سواء كانت انجلش ولا عربي. انا عاملاها بالعربي علشان حابة ان ولادي يكونوا متقنين العربي اكتر. هنا السنوات الدراسية. بصوا يا جماعة، هنا عندي اهو رياض الأطفال، هم حاطين جنبيه 81 سورس أو حاطين 81 مصدر رياض أطفال تو أولى ابتدائي، تانية ابتدائي، رابعة، خمسة، ستة، لغاية سنة 6. فلو جينا هنا مثلا على الصف الأول الابتدائي، هلاقي هنا مصادر مختلفة كتير. يعني على سبيل المثال هنا قصة هي اسمها البذور، قصة اسمها دراجة باسم. والقصص دي بيبقى اكتر من حد مقدمها. يعني اللي عجبني جدا ان بيبقى دايما هنا في حاجة اسمها كتاب الأنشطة. ده اهو كتاب أنشطة قصة اسمها النسناس الصغير الجائع. لو احنا دورنا على القصة دي اهي موجودة، وادي الأنشطة بتاعتها. تعالوا كده نشوف القصة نفسها. انا هنا بضغط ابدأ. تمام، اهي القصة اهي، وبضغط ابدأ. تمام، بحيث ان انا اقراها يعني. بس انا هخليها هنا كده تبقى كبيرة شوية اهو. هي القصة دي بصوا عشان بس ايه ندي الناس دي حقهم. اللي مقدمة القصة دي سلسلة كتب الفراشة او الاطفالون يقرؤون، من كتب الفراشة. تعالوا كده نشوف. يا اما الطفل ايه، طبعا مميزات اي كتاب مقدم للاطفال بيبقى ليه زي مواصفات كده قياسية علشان اقول انها تنفع تكون مقدمة لطفل. ودي زي مثلا ان تكون الصورة واضحة والوانها جيدة وملفتة للنظر، وما يكونش فيها يعني ألوان زيادة أو لمعة زيادة أو الكلام ده كله. المهم إنها تكون مريحة لعين الطفل، ويكون الكلام صغير، يعني جملة بسيطة بتوضح القصة بتقول إيه. ده يعني موجود في القصة اللي قدامي. وكمان هم عاملين اوبشن حلو قوي لو انتي مش فاضية تقرأي للطفل، أو الطفل نفسه مش عارف يقرأ، فبيشغل الصوت. تمام، بيشغل الصوت، يدوس كده يقلب الصفحة. تمام، شايفين انا مش بقرأ القصة. لو انا طفلة مش عارفة اقرأ فهشغل الصوت، او لو انا ممكن اعلم ده لابني بحيث ان هو يتعلم يقرأ لوحده. ممكن يسمع
القصة وهي بتتحكي له. ماشي، اقدمها. طبعا ايه المفترض انا بستنى شوية. اوكي. في بعض القصص يا جماعة كان بيبقى فيها مؤثرات صوتية كده وانت بتسمعها. تمام. يعني مثلا صوت الاسد هيختلف عن صوت البغبغاء، هيختلف عن صوت النمر. فبيبقى فيه دوبلاج كده او اصوات مختلفة كده الطفل بيسمعها، مؤثرات صوتية في الصوتيات دي. اوكي. فبيقرأ بقى القصة كلها. تمام، خلصت خلاص. بيسألوا سؤال أو سؤالين عليها، وأنا كده إيه أتممت قراءة القصة. طيب، تعالوا كده نرجع تاني هنشوف كتاب الأنشطة اللي موجودة عليها. أنا عن نفسي كماما بطبع الكتاب دوت للولاد، أو بنقعد نحله كده بالشفوي. يعني هما 7 ورقات. تمام. فبجيب كتاب الأنشطة كده لطه مثلا، لأن ده مناسب جدا لسنه، وببتدي أقول له طيب ضع دائرة على حرف كذا. طبعا أنا لما بطبع القصص اللي زي دي، فأنا بيكون ليا شوية تريكات كده، أو هقول إيه، الناس اللي درست منصوري أو درست اللغة العربية بأكتر من طريقة، أو مع أكتر من شخص، بيكون لينا كده نظرة شوية. يعني إحنا مثلا ما عندناش في العربي أو في دراستنا للعربي إن يكون في الميم أول الكلام أو في نص الكلام وفي آخر الكلام. إحنا بيبقى عندنا الحرف بنشرحه للطفل متصل ومنفصل. فده بقى إيه بيخليني أنا أدخل كأم أعدل على الحاجات دي قبل ما ابني يتعرض لها يعني. تمام. دي بس حاجة كده حبيت أقولها. هنا طبعا سهل جدا إن هو يوصل الكلمة بالمرادف بتاعها، حتى لو هو مش عارف، لأن سن طه 6 سنين بيكون برضو مش عارف معنى الكلمات قوي. فأنا بساعده فيها. تمام. هنا اكتب اسم الحيوان الذي تراه. طبعا أنا يعني كحد تخصصي تطوير مناهج، فأنا هنا أفضل إن الصور تكون حقيقية ما تكونش كرتون. تمام. بعد كده بقى في حاجات تناسبه بنحلها، ما تناسبوش بنخلي ياسين يحلها. طبعا هو ياسين بسم الله ما شاء الله اللي بيقعد يشرح الحاجات دي ويحلها. تمام. دي بالنسبة لي القصص. هنا في حاجة كده بقى موجودة مش في السنوات الدراسية. اسمها يعني عايزة افتكر انا جبتها منين. اللي عايزة اوريها لكم هنا بقى ان في هنا انت ممكن تاخد بالمواد، وكان في كمان هنا بتختار الدار اللي انت عايز تقرأ لها. خلينا كده نرجع تاني للسنوات الدراسية. سيمور. بصوا بقى كمان ده في اولى اعدادي وتانية اعدادي وتالتة اعدادي لغاية تالتة ثانوي. واو، بجد حاجة يعني رائعة جدا. كمان عندكم هنا يا جماعة الحاجات الخاصة بكتاب المدرسة نفسه، زي كونكت بتاع برايمري 1. وأنا هنا عشان اهتمامي كله لغاية تالتة ابتدائي، فبحب أطلع على كل المصادر. يمكن معظم الكتب دي قرأناها أنا وياسين. في اكتيفيتيز حلوة جدا، في فيديوز عن الحاجات الأكاديمية اللي الطفل المفترض يتعلمها، زي الضرب في 10. طبعا أنا لو قلبت الموقع إنجليش أعتقد إن الحاجات دي هلاقيها. تعالوا كده نجرب، لأن أنا ياسين بياخد ماث ما بياخدش عربي. فتعالوا كده نشوف على سبيل المثال. هو قلب لنا الدنيا على إنجليش أهو، عشان الناس بتوع لغات اللي زينا. تمام. هنلاقوا هنا حاجات بتشرح. تعالوا نشوف. لانش ممكن يكون فيديو. بصوا بقى. These resources only available to Egyptian. كنت بتكلم مع حد امبارح مش مصري يعني، وهو كان بيقول ان هو بيحاول يدخل على بنك المعرفة المصري ومش عارف.
فده اللي خلاني اعرف ان الموضوع ده خاص بينا احنا، ودي حاجة لذيذة جدا يعني. بصوا انا دخلت اهو، ممكن اعمل داونلود للسورس ده وممكن نشوفه اونلاين. The Spanish Marine television for all many stories, whether it's playing a musical instrument or even storytelling. This year though, the Spanish decided to sell tickets for anyone wanting to attend. The ticket price is £3. The total capacity of the small hall is 1,200 seats. 200 seats are reserved for teachers and parents. So that leaves 1,000 seats for the audience. So the small ticket list can only sell 1,000 tickets. The small principal wants to know how much money the small will collect from ticket sales if they manage to fill up the small hall. That's helpful out. The ticket is sold for £3, and there are 1,000 seats. That's money multiplied by 1,000. بصوا هنا جايب الضرب في 1000 عن طريق ستوري بروبلم، يعني ما قالوش على طول 3 times 1000 equal ايه. ابتدى يجيب الموضوع مشكلة في الأول، وبعد كده هنحلها عن طريق إن احنا نعمل العملية الحسابية دي. فأنا عايزة أقول لكم أنا هقفل معاكم الفيديو دوت دلوقتي، وانتوا خشوا بقى يعني استكشفوا كده بنك المعرفة المصري، واقعدوا كده بقى دوروا على، انا هرجعه تاني عربي عشان ولادي لو فتحوه يقدروا يخشوا. ما دايما بيخشوا يقرأوا القصص اللي موجودة فيه. هو انا كان في اوبشن انا بدور لكم عليه، كان بيجيب القصص بس. ثانية كده. لا دي الناس